السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جنان مرتضى أنا سبب تدهور الأهلي وخدت قلبهم. قبل ما نعرف ايه التفاصيل يا ريت ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات وتدعمنا بلايك وشير، واذا كنت مشرفنا لاول مره لازم تشترك في القناه عشان تشوف كل جديد وتفعل زر جرس الكل عشان يجي لك الاشعارات. بدايه الكلام اللي هنقوله ده لا يمكن ان يكون هناك تدني للمستوى اكتر من ده. صرح مرتضى بعد فضيحه الرعايه ما انكشفت واتضح الخازوق اللي لبسه الزمالك بعد توقيع الرعايه ب 80 مليون، وفشل المؤامره لتجريف اموال الاهلي وشحاتة فلوس الاهلي. صرح مرتضى مغلولا اوعوا تصدقوا حكايه المليارات وكذب الخطيب. وانا بسال سؤال للاسطوره، مش انت معاك مليارات؟ فين الصفقات اللي انت جبتها؟ الزمالك المديون جايب احسن صفقات، يا سلام. ومن ساعه ما جيت في النادي واحنا نادي بطولات والاهلي نادي بيانات. انت قصدك على البطولتين بتوع الدوري اللي هم واخدهم بالتحكيم والاحتواء؟ وبيقول لك انا خدت قلب الاهلي وانا سبب تدهور وتدمير الاهلي بعد ما خطفت منهم عبد الله السعيد، والخطيب كان قاعد بيعيط في الاوضه عشان يوقع عبد الله السعيد ليهم. من ساعه ما خدت عبد الله السعيد يا جماعه من الاهلي وهو مش عارف ياخد بطولات. سيبكم من البطولتين بتوع افريقيا والكلام الفارغ ده، احنا كلنا عارفين هم خدوهم ازاي يا عم الحاج. بيقول لك مره منعوني من الحضور ومره غيروا الحكم ورشوا الفار. ده مين شاف الكلام ده بقى يا جماعه؟ ومن ساعه ما مسكت الزمالك والزمالك مكتسح البطولات. اولا كل كلامك كذب. في البدايه كل ما تطلع تقول انا ماليش دعوه بالاهلي ولا جماهير الاهلي وانا مشكلتي مع الخطيب، ودلوقتي طالع بتقلل من انجازات الاهلي وتعلن ان نجاحك هو تدمير النادي الاهلي وانك نجحت في الكلام ده، والكلام ده ما حصلش. فين تدهور الاهلي؟ ثانيا كذبك في ان الاهلي لم يحصل على بطولات. لما ياخد 2 افريقيا و2 سوبر افريقي و2 برونزيه في كاس العالم وانت تاخد لك 2 دوري بالاحتواء، كل ده الاهلي ما خدش بطولات وسيبوكوا من البطولات دي؟ امال ايه هي البطوله يعني؟ البطولتين بتوع الدوري اللي واخدينهم بالتعريض التحكيمي والاحتواء واللي واخدينهم باجهاد الاهلي وضغط مباريات الاهلي؟ البطولتين اللي كل القاسي والداني حتى الزملكاوي عارف انهم بطولتين مشبوهين؟ حتى الزملكاويه عارفين انهم مشبوهين. الظاهر ان قلم الرعايه اللي اداهولك الخطيب وجعك قوي وانت مش عارف تطلع تقول ايه. على العموم دي نهايه الحلقه، ويا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناه وتدعيم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.